عزيز عبد الشافي إلى مانويل جوزيه، من يقول أن فريقا في ظل تلك الظروف بالغة الصعوبة يفوز بالدوري وبفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه الزمالك الذي تعادل اليوم بصعوبة بالغة مع فريق وادي دجلة 1-1. تقدم وادي دجلة وتعادل الزمالك، ولعب وادي دجلة لمدة 30 دقيقة وأكثر ب10 لاعبين. من يقول أن فريقا يتأخر بفارق 6 نقاط حتى المرحلة 17 من الدوري ينهي البطولة قبل نهايتها بأسبوع كامل وبفارق 7 نقاط؟ لمن لا يعرف التاريخ، الأهلي بطل الدوري للمرة 36. تابعوا معي السنوات التي فاز بها الأهلي بالدوري: 1949 1950 1951. سنة 1952 لم تقم بطولة الدوري، لم تقم أساسا. فاز بها مجددا 53 و54 و55. 55 ألغيت بطولة الدوري قبل نهايتها بمرحلتين، والأهلي يتقدم على كل منافسيه بفارق 3 نقاط، لكنه انسحب من المسابقة احتجاجا على الاضطهاد غير المقبول من اتحاد الكرة ضده. عاد ليفوز 56 و57 و58 و59، ولكن موسم 57-58 كان نكتة. لماذا نكتة؟ لأن الأهلي كان فائزا ببطولة الدوري ل7 مواسم متتالية، فقرر اتحاد الكرة إنهاء هذه البطولة التي يفوز فيها الأهلي باستمرار. يجب أن تقف البطولة، يجب أن نغير ملامحها، يجب ألا يفوز الأهلي بها. قرر اتحاد الكرة إقامتها بنظام المجموعتين مع مباراتين فاصلتين بين الأول والأول وهما الأهلي والزمالك. أي طريقة لمنع الأهلي من الفوز. لعب فعلا الأهلي والزمالك وفاز الأهلي وبقي بطلا. 59 فاز بها الأهلي، 60 ظهر الزمالك وفاز بها. استعاد الأهلي اللقب 61 و62. إلى أنصار الزمالك وجه الكلمات التالية: الأهلي لم يفز ببطولة الدوري من 1962 إلى 1975. 13 سنة 13 سنة الأهلي عاجز عن الفوز ببطولة الدوري. الزمالك لم يفز بها ال7 سنوات الأخيرة. الأهلي 13 سنة بلا أي لقب، ولم يقل اضطهاد، ولم يقل ظلم الحكام، ولم يقل الدنيا، ولا فريق أقل الأفضل يفوز. فاز الزمالك، فاز الترسانة، فاز الأولمبي، فاز الإسماعيلي، فاز غزل المحلة، كله فاز. هنا السؤال، أرجع